تعالوا مع بعض نشوف نجم دفاع النادي الاهلي السابق بيقول ايه، وايه اللي بينصحه لمدرب النادي الاهلي في مباراة الزمالك. عمرو الحديدي كان واحد من مدافعين النادي الاهلي زمان، وكان راجل كويس جدا في الدفاع. كان طريقة لعبه تقريبا كده زي محمد عبد المنعم، يعني راجل ما بيتفلسفش كتير وشايف شغله كويس. بينصح المدرب النادي الاهلي وبيقول له ايه بقى؟ بيقول له: اعتقد ان انت نجحت قوي في طريقتك في اسلوبك في مباراة سيراميكا كيلوباترا، وكسبت ونفذت الضغط كويس جدا على سيراميكا. وكلنا شفنا ده، ان سيراميكا مش هو ده النادي اللي بيلعب كرة مفتوحة ومش عارف يلعب وتايه لحد الشوط الاول كامل، وهو مش عارف يعمل اي حاجة مع النادي الاهلي. هو بينصحه ان هو بحاجة غريبة جدا يا جماعة، ان هو بيقول له بلاش تلعب بيه مروان عطية وديانج وتحاول تضغط زي ما انت ضغطت كده. بس لما نيجي نشوف على الواقع اللي هو كابتن عمرو الحديدي بيقوله، هنلاقيه ان هو ما ينفعش يتطبق، صعب جدا. ليه بقى؟ لان اولا الزمالك هيضغط زي ما انت هتضغط. هتقولي ما هو سيراميكا كان بيضغط، اقول لك بس اكيد مش هيبقى زي الزمالك برضو مهما كان. دي الحاجة التانية كمان، اللي انت عندك لاعب زي محمد شحاتة في خط الوسط، لازم تضغط عليه بلاعب فاهم كرة كويس زي مروان عطية، لازم. لكن ممكن تضيف بقى حاجة كويسة، ودي الشيء اللي هو ناقص النادي الأهلي، اللي هو الراجل العقل المفكر للفريق. وكل فيديو بنقول نفس الكلام ده يا جماعة، الأهلي ناقص العقل المفكر للفريق. اللي هو كان زي قفشة، هو قفشة مستوى زي الزفت. كان واحمد رضا مصاب. كان عمر الساعي ومشي، ادي التلاتة. طبعا اللي بيلغي ده كله لو موجود، وهو النجم الكبير، النجم مصر السابق، اللي هو امام عاشور، اللي هو حاليا مصاب، اللي اختاروه السنة اللي فاتت احسن لاعب في مصر. لان امام عاشور بيعمل الحتة دي كويس جدا جدا جدا، وبينفذ وبيهاجم ويدافع، وبصراحة بيعمل جوكر في كل حتة في الملعب. امام عاشور لاعب ممتاز، وهو فارق جدا مع الاهلي. دي هي الحته اللي ناقصه الاهلي، ناقصه اللاعب اللي زي امام عاشور، مهارات، يخترق، يشوط من الجناب، من الوسط، كل حاجه بيعملها. فارق كتير قوي مع الاهلي. بس ما نرجع للكابتن عمرو الحديدي، وجهه نظره اضاف حته كويسه قوي، وهو قال لك اللي انت الوحيد من الفرق الاربعه اللي موجودين، انت الوحيد دون عن الزمالك ودون عن سيراميكا وبيراميدز، عندك كرسي البدلاء كويس جدا وقوي جدا. ودي تفرق كتير قوي مع النادي الاهلي. هتقولي ما الماتشة اللي فاتت كان فيها برضو كرسي البدلاء قوي. ايوه دي حقيقة، بس انت مفيش الانسجام ومفيش التنسيق في الملعب. لكن الاهلي فارق كتير جدا فعلا معاه لاعب زي حسين الشحات، امام عاشور، اشرف داري. 3 مراكز ملهمش حل يا جماعة، دول يقلبوا فرقة لوحدهم. لكن ان شاء الله الاهلي يرجع اقوى وافضل من الاول باللعيبه ديت او من غير اللعيبه دي. لكن الاهلي محتاج كمان مهاجم، واحد فاهم كوره، يعرف يجيب الكوره تجيله زي ما بيقولك من انصاف الفرص، كوره شبه ان هي معدومه ويعرف يجيبها جول. ليه بنقول احنا محتاجين مهاجمين؟ لان انت عندك محمد شريف وجراديشار، كوره بتبقى ساعات سهله قدام الجون يضيعها. هتقول لي احيانا بتيجي كرة صعبة ويجيبها، ايوه في ساعات فعلا، بس ما شفتش الكلام ده مع محمد شريف على فكرة. محمد شريف ما قدمش حاجة مقنعة خالص لحد ما جه. لكن جرادي شار على فترات كده بيعمل لمسات، بيعرف يحرك. احنا بقى بنطمع في اكتر من كده، ان مهاجم يكون فاهم كورة، يعرف يرقص، يشوت، يخترق موقف يطالب منه ان هو يرقص راجل لراجل، يرقصه ويعدي ويشوت. لكن احنا عندنا كده في حاجة ناقصة، مهاجم رائع. على فكرة ان شاء الله بإذن الله انا واثق ان النادي الاهلي هيلاقي هويته، ويلاقي الشخصية القوية اللي هي يقود بيها اللعيبة. وبقينا خلاص نبقى واثقين ان النادي الاهلي نازل يخلص يجيب اجوان، وعارفين كمان مين اللي يجيب الاجوان. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي في الايام اللي جايه وفي كل بطولاته ومشواره. كان معكم محمد من قناة صوت الملعب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.